السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه، هذه السندويتشات تاع بيتزا من اروع ما يكون، كذلك مع بيتزا على شكل اوفال. جات روعه، العجينه هشيشه خفيفه، جات شابه بزاف. هذه هي البيتزا كما راكم تشوفوا باسهل طريقه مع صوص طوماط. روعه قنبله في البنه. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، ما نطولش عليكم. عندي 4 فصوص تاعتهم هكذا حتى ل5، 2 حبات تاع بصل كانوا صغار كيما شفتوا، 2 حبات تاع جزر، مع 4 حبات تاع طماطم منقين ومقطعين هكذا عشوائي. هذاك البصل قطعته قطع صغيره، يعني من بعد كلشي نطحنوه، نخلطوا كلشي مع بعض. يعني درت مع الطماطم الثوم كذلك ربيته مع هذاك الجزر، ونعاودوا نخلطوه مع الطماطم كذلك. درتهم هكذا في طنجره ولا مرميطه. درت لهم 2 مغارف حتى 3 تاع زيت الزيتون، مع 2 مغارف هكذا تاع زيت. والتوابل عندي لي زرب دو بروفونس، شويه تاع زعتر، فلفل احمر، فلفل اسود، والملح، مع ملعقه كبيره هكذا تاع طماطم مصبره، ونديرهم على النار. نغطوا عليهم حوالي هكذا 5 دقائق ولا حتى الطماطم تطلق الماء تاعها، عاد باش نخلطوا هكذا فيهم. نخلطوهم حتى المكونات كامل ينسجموا هكذا. نزيد نغطي عليهم ونخليهم على نار متوسطه. هنايا عندي حبه تاع فلفله صفراء قطعتها شرائح رقاق. الا كانت عندكم حمراء تنجموا ديروا حمراء ولا خضراء كما اللي كانت عندكم متوفره. هنايا الصلصه تاعنا بعد هذيك ال5 دقائق هكذا ولا راهي واجده معانا. نقلوها على النار ونطحنوها كامل بالبراميكسر. طحنوها مليح، هذا هو القوام تاعها. نخلوها على جهه تبرد. عندي هنا شويه حوالي 400 غرام تاع فيونداشي. عندي الملح، بودره الثوم، فلفل احمر، وهذيك التوابل تاع اللحم. عندي كذلك حوالي 2 ملاعق كبار هكذا تاع دبس الرمان اختياري، مع 2 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون. ونخلطوا كاع المكونات حتى كلشي ينسجم. هذا اللحم المفروم قسمته على 2. عندي نص حبه تاع بصل كيما شفتوا قطعتها قطع صغيره، وديت غير شويه من هذيك الفلفله الصفراء كذلك هكذا شويه برك، كذلك قطعتها قطع صغيره. درتهم في مقلاة على 3 ولا 2 ملاعق كبار هكذا تاع زيت، مع 2 فصوص تاع ثوم، ودرتهم على النار. عندي 4 حبات تاع فطر قطعتها شرائح رقاق. بعد خلطتها مع هذاك البصل، نقلوهم هذيك 2 دقائق ولا 3. زدت لهم غير شويه تاع ملح حتى هكذا يتكراميليزاو معنا. نحطوا عليهم هذاك اللحم المفروم نصف بركه، والنصف نخلوه للبيتزا الاخير. دائما حاولوا تفتحوا هذيك اللحم المفروم، فتحوه مليح ومع خلطوه، دخلوا هذاك الخضار فيه وزيدوا فتحوها، ما تخلوهاش يعني تتكور لكم. هذه هي. نقلوها هذيك 5 دقائق هكذا ولا، ونقلعوها على النار، نخلوها على جهه. هنا في ريسيبيون عندي 3 كؤوس تاع ماء دافي. الكاس المستعمل 200 ملل، يعني حوالي 600 ملل هكذا، مع مغرف كبيره وربع تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع سكر، تخليطه خفيفه. عندي 4 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، تنجموا ديروا الزيت عادي كذلك. الفارينه هذه المره استعملت هذه تي 55، يعني غير المخبوزات بركه ماشي الحلويات. درت كميه مع نص مغرف كبيره تاع ملح، ديروا على حساب الذوق، غير هكذا بملعقه تاع لوح حتى تلم لنا العجينه. عاد باش نحطوا يدينا فيها. استعانه بالفارينه دائما، لا خاصتكم تزيدوا شويه. هذه من تلمت لي العجينه نحطها فوق سطح العمل، وندلكها هذيك 2 حتى 3 دقائق هكذا ولا تولي معنا ملسه شويه برك.
هذا هو القوام تاعها حتى تلصق في اليد عادي. ندهنوا ريسيبيون بالزيت الزيتون ولا الزيت ونحطوا العجينه نخلوها ترتاح هذيك النصف ساعه هكذا، ولا نغطوا عليها دائما. هنا من ارتاحت هذيك النص ساعه طلعت معانا نديغازوها. انا دائما نديغازيها بهذه الطريقه ونصنعها اومامطون حربوش. قسمتها في الوسط، النصف قسمتها على 3 كبار والنصف قسمتها على 4 صغار. يعني الصورة باينة أمامكم. هادو 4 صغار، هادو بغيت نديرهم على شكل هذيك بيتزا اوفال عفوا. وهادو الكبار بغيت نديرهم هادي يعني بيتزا معمرة من داخل، ونزيدو نديرو لها الطماطم والجبن من برا. غطيت عليهم هذيك هكذا 5 حتى 10 دقائق. الجبن عندي دائما هذا الشيدار نشري على الاتراك، يعني الناس اللي تسقسي عليه، هذا هو احسن جبن يعني اللي شفته هنا في فرنسا. شوفوا معايا هذيك الصلصه تاع الطماطم من بردت كي ولات، يعني من اروع ما يكون. تحتاجوها في بزاف صوالح. دائما الاستعانه بالفرينه ونبداو نحلو في العجينه تاعنا. بديت بهذوك الكبار دائما بالحلال، ولا نصنعوا هاك شغل مستطيل. نجمو كذلك ديروا على ورق الزبده ولا على السيليكون. نديروا الطماطم كذلك، هذاك الفيونطاجي مع الخضار. عندي هذاك الجبن الشيدار نديرو كذلك كميه، ونبداو نغلقوا فيها. من تكون العجينه هكذا طريه ما تخافوا منها ما والو، ما ديروا لا ماء لا بيض لا والو، يعني غير تحطوها مع اختها تلصق. كما راه يتبان لكم نروحوا معها هكذا كامل حتى الاخير. من بعد نبلاطوها شويه بيدينا. حاولوا ما ديروش طبقه غليظه يعني من تبلعوها مع اختها. هذه وترفدوها تحطوها في الصينيه، ولا انا عندي هذيك الاباري اللي ترفدوا بها يعني سهله. ولكن لما كانت عندكم يعني الفرينه دائما بالاستعانه بالفرينه باش ما تلصق لكمش يعني في اسفل فوق سطح العمل ولا السيليكون، ولا نبلعها بنفس الطريقه كذلك. وعندي هذه الاله اللي نرفد بها كما قلت لكم، سواء العجينه ولا الحبه كانت كبيره شويه عليها برك. عليها كنت نساعد هكذا بيديا ونحطها ديريكتومون في الصينيه. هذه الصينيه رفدت لي 3 حبات، يعني درت هادو 3 كبار. تقبوها هكذا بالفرشات باش يعني ما تطلعش معكم وتنفتح معكم، ولا نزيدو نديرو لها كميه تاع صلصه الطماطم من الفوق. ولا بغيتو ما ديروش هذه الطريقه يعني تنجمو تدهنوها من الفوق برك. درت لها شويه تاع جبن موتزاريلا، شويه تاع جبن شيدار. نجمو كذلك تزينوا حبات فلفل هكا رقيق ولا زيتون ولا كيما بغيتو، ولا الفطر اللي هو شامبينيون، يعني لكم الاختيار. هذه هي وندخلوها طيب على اقصى درجه. وهادو الصغار بغيت هكذا نديرهم كشغل كما قلت لكم بيتزات. دائما هكذا كسلوها بيديكم ونديرو صلصه الطماطم. شويه تاع جبن موتزاريلا. نديرو هذاك اللحم المفروم اللي خليناه لكم عقلينه، يعني قسمناها على 2، النص درناه في هادو كل مبلعين، والنص هذا مازال مشي طايب خضر. درت هكذا شرائح ولا لي طرونش هكذا تاع فلفله هذيك مع شويه تاع جبن الشيدار، شويه تاع زيتون، ونرفدوها ونحطوها في الصينيه ولا على السيليكون. هذه ترفد لي يعني بسهوله، كانت صغيره شويه ولكن يعني تساعد مليح. نكملهم هكذا كاع بنفس الطريقه. هذه راهي قريب الطيب. انا دائما نشعل من الفوق ومن التحت على اقصى درجه في البيتزا، دائما على اقصى درجه.
وحطيتها يعني في الاسفل، وشوفوا معايا يعني الله الله طابت من اروع ما يكون. خلوا هذيك دقيقه ولا زوج وتقسموها وتقدموها بصحتكم. وكبيره الله يبارك، يعني الصينيه تاعي 40 على 70 سنتيمتر، يعني دات لي رفدت لي 3 حبات، يعني ما شاء الله راهي كبيره، راهي سخونه. شنقول لكم، جات شابه خفيفه. هذيك العجينه هذيك لاباط جات من اروع ما يكون، طايبه مليح، قنبله في البنه مع هذيك الصلصه اللي خدمناها يا خويا. وليت ترونش يدمر ترونش. شفتوا معايا كي جات روعه شابه بالبزاف. جربوها ان شاء الله ما تندموش عليها. مع هادو كذلك البيتزات روعه. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله غير الطريقه تعجبكم، وجربوها اخوتي واخواتاتي، والله ما تندموا عليها. جات روعه بالبزاف. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش خوكم بالدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.